السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون تعاون مع قناة جميلة جدا، وهي قناة اشطر ستات باقل الامكانيات. وهي دي قناتها، ما شاء الله عليها، قناة جميلة جدا وفوق الوصف، ما شاء الله بتعمل حاجات جميلة جدا، وصاحبتها جميلة جدا ما شاء الله عليها. دي الفيديوهات بتاعتها، عاملة جولة في المطبخ بتاعها، وعاملة كمان روتينها المسائي لكي تصبح أنثى، وعاملة مشتريات شتوي، وعاملة حاجات جدا حلوة بصراحة، جميلة جدا ما شاء الله. هتروحوا تشوفوا قناتها وهتعجبكم جدا، وتشتركوا معاها ان شاء الله بإذن الله. ويلا نروح نشوف الوصفة بتاعتنا دلوقتي، وبعدين نروح نشوف حبيبتي ام انس عامله لنا ايه النهارده. النهارده ان شاء الله هنعمل هريسة الشطة او الهريسة التونسي. انا معايا هنا نص كيلو من الشطة الحمراء، وكمان معايا هنا معلقتين من الملح، ومعلقة كبيرة من البابريكا، وكمان معايا هنا فصوص توم وورق لورا او ورق غار، ونص كوباية من زيت الزيتون. منه بيدي فايدة، وكمان بيدي طعم حلو. او ممكن تستخدمي زيت نباتي، اي زيت نباتي او زيت ذرة اللي يعجبك، بس انا هنا هستعمل الزيت الزيتون. اول حاجة هعملها اجيب بولة زي دي كده، واحط فيها الشطة بتاعتي، واحط فيها شوية من الخل عشان يعقم اي خضار زي ما قلنا قبل كده، وكمان بتخلص من اي بكتيريا او اي حاجة موجودة في الخضار بتاعنا. انا هسيب الشطة بتاعتي منقوعة في المية بالخل لمدة 5 دقايق. تاني حاجة هعملها، انا هنضف الشطة بتاعتي من الجزء ده كده، هشيل الجزء ده، وكمان هفتح الشطة كده بالطول كده علشان اخرج البذور اللي في قلبها بالسكينة او بالمعلقة كده. هخرج البذور اللي فيها، تمام. وهكمل كل الكمية بتاعتي بنفس الشكل ده كده. انا هنا كده نضفت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده، بالشكل ده كده. نضفتها كويس من البذور، وبعدين غسلتها كويس. دلوقتي بقى في حلة على النار كده زي ما انتوا شايفين، هحط الشطة بتاعتي كلها، وهحط معاها حوالي نص كوباية من المية، تمام. وكمان هحط معاها فصوص الثوم وورق الغار، وهغطي عليها واسيبها على النار لمدة 5 دقايق ان شاء الله، وهطفي عليها. ده كده شكل الشطة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، بعد مرور 5 دقايق بالظبط، والمية نشفت من عليها زي ما انتوا شايفين كده، ما عادش فيها ولا نقطة مية، وكمان الشطة بتاعتنا دبلت. انا هنا كده حطيت الشطة بتاعتي بفصوص الثوم في قلب الكبة بتاعتي، وبعدين هفرم الشطة بتاعتي في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى الشطة بتاعتنا نعمت معانا زي ما احنا شايفين كده. انا فرمتها لحد ما نعمت معايا بالشكل ده كده، تمام. انا ليه بقى ما حطيتش الزيت في المرحلة دي؟ لان انت لو حطيت الزيت في مرحلة الفرم، الزيت هيخلي الشطة بتاعتك لونها يفتح، هيخلي لونها يبيض كده. فاحنا هنحط الزيت بتاعنا في المرحلة التانية ان شاء الله. دلوقتي بقى في حلة على النار، انا حطيت الشطة بتاعتي بعد ما فرمتها في الكبة. هحط عليها نص كوباية من الزيت الزيتون او الزيت النباتي زي ما قلنا، تمام. وكمان هحط عليها المعلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا بتدي لها لون حلو جدا، وكمان بتدي لها طعم حلو، وكمان فايدة حلوة كمان ان شاء الله. ومعايا هنا الملح، وهقلب كل المكونات بتاعتي مع بعضها. وهسيب الشطة بتاعتي تطبخ على النار شوية زي الصلصة كده بالظبط. الطريقة دي بتديلها عمر طويل، يعني بتخلي الشطة طويلة الأجل شوية، يعني بتطول عمر الشطة، تقدري تحتفظي بيها في التلاجة
لمدة سنة كاملة ان شاء الله وما يجرالهاش اي حاجة. طريقة طبخها دي بتطول في عمر الشطة. تمام. انا هسيب الشطة بقى بتاعتي دلوقتي تتطبخ. زيت الزيتون بيديلها ريحة حلوة جدا وبيديلها طعم حلو، بس زي ما قلنا انت تقدري تستخدمي اي زيت انت تحبيه. ده كده شكل الهريسة بتاعتنا، شايفين ما شاء الله بقى لونها جميل ازاي. انا سبتها حوالي 5 دقايق على نار هادية جدا ووصلت للشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله شكلها جميل وكمان ريحتها حلوة جدا. انا هنا عندي كده جبت برطمان زي ما انتوا شايفين، عقمته كويس جدا بمية مغلية وخل، او ممكن لو عندك مايكرويف تعقميه في الميكرويف. وبعدين هتحفظي الهريسة بتاعتك فيه. هنجيب بس شوية من الزيت كده نحطهم في قاع البرطمان كده، وهنلف الزيت كده زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بس كمان شوية زيت، هنلف الزيت بتاعنا كده. دي كده كانت الهريسة بتاعتنا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، لونها جميل جدا وكمان ريحتها جميلة ما شاء الله. جربوها بالطريقة بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات الجميلة بتاعتكم رأيكم في الهريسة بتاعتنا ان شاء الله النهارده. عايزه اقول لكم بس على اهم نصيحه في الاستخدام. اهم حاجه النظافه في الاستخدام، يعني لما نيجي نستخدم الهريسه بتاعتنا لازم نستخدم معلقه نظيفه جدا ما يكونش عملنا بيها اي حاجه قبل كده، علشان نقدر نحافظ على الهريسه بتاعتنا ان شاء الله اطول مده ممكنه. الطريقه دي ان شاء الله هتحافظ لك على الهريسه بتاعتك لمده سنه كامله في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه لو انت استخدمتيها بالطريقه الصحيحه ان شاء الله. ده كده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو انتوا بتشوفوا القناه لاول مره يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. ودلوقتي بقى هنروح نشوف الفيديو بتاع قناه اشطر ستات باقل الامكانيات. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف، وكمان في التعليق المثبت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.